اهلا بحضراتكم. الحقيقه احد الاصدقاء بعت بيسالني بيقول ان انا عندي انزلاق غضروفي منفجر ما بين الفقره الرابعه والخامسه، ضاغط على اعصاب رجلي اليمين وبدا يبقى عندي سقوط جزئي في مشط القدم. هل انا محتاج عمليه ولا لا؟ والحقيقه هنا ده ياخدنا لسؤال مهم جدا او لاجابه مهمه جدا. امتى اعمل عمليه للانزلاق الغضروفي وخصوصا الانزلاق الغضروفي القطني؟ الحقيقه ده سؤال في غايه الخطوره، ولازم كلنا يبقى عندنا معرفة جيدة ونعرف امتى هبقى فعلا مضطر اعمل عملية وامتى لازم اجل العملية وامشي في سكة العلاج التحفظي ومن الراحة والعلاج الطبيعي والعلاج الدوائي، واكمل فترة العلاج التحفظي الكاملة اللي هي قد تمتد من 6 الى 8 اسابيع علشان نوصل لاحسن صورة. طيب، احنا عندنا حاجه اسمها الريد فلاجز. الريد فلاجز هي مؤشرات الخطوره او علامات الخطر اللي احنا ما ينفعش لما نشوفها او نوصل لها نقول هو انا كده محتاج عمليه. لا، انت لو حصل حاجه من الحاجات اللي انا هقول لك عليها دي يبقى انت اللي تطلب العمليه، انت اللي هتروح تقول يا جماعه انا مش هنتظر اكتر من كده، لان دي انا وصلت لعلامات الخطوره اللي ممكن افقد فيها حاجات ما ينفعش ترجع تاني. احنا تملي بنقولها كده، بنقول لزمايلنا الاصغر مننا: انت امتى تقول لمريضك ان انت محتاج تدخل جراحي؟ رقم واحد، لما يكون عنده حاجه اسمها سيفير انكاباسيتيتنج بين، يعني الم غير محتمل لا يتحسن بالمسكنات وبالعلاجات. يعني انت المريض جالك وعمل اشعه وفحصته ولقيت كل حاجه ماشيه مع صوره الاشعه ان هو عنده انزلاق غضروفي ضاغط على اعصاب رجليه اليمين، ولقيت المريض بيتألم، فكتبت له علاج كافي بمضادات التهاب ومسكنات ومضادات آلام الأعصاب، والمريض مشي فعلا على العلاج وخده بالجرعات الكافية وخده في مواعيد ثابتة والتزم بيه. ورغم كده المريض أهله بيكلموك يقولوا لك إن الألم غير محتمل والألم لا ينقطع والألم ما بيتحسنش خالص والمريض عايش في عذاب. فكده كل الخطه العلاجيه اللي انت بتديها له دي مش جايبه نتيجه، وانت اديته كل حاجه ممكن تتاخد. ما ينفعش تسيب المريض وهو بهذا الالم الذي لا يتحسن مع المسكنات ومع العلاجات وتقول اصل انا لازم اكمل التجربه العلاجيه التحفظيه. ده رقم واحد. طيب، رقم اتنين، لما تديله الفتره الكامله كلها، يعني انت اديته العلاج بتاعه 8 اسابيع والمريض ريح في البيت وما عملش مجهود وما قعدش فترات طويله وما شالش حاجات تقيله ووزنه ما حافظ عليه وما زادش، بالعكس ده فقد وزن، وراح عمل العلاج الطبيعي وعمل كل حاجه، عمل كل حاجه والتزم بالعلاج التزام شديد وعمل كل حاجه، ومجرد ما بطل العلاج بعد مرور 8 اسابيع رجع الالم زي ما هو، اللي هو يعني وكانك يا ابو زيد ما غزيت، ما عملتش اي حاجه، والمريض جاي كانه تاني في مربع صفر. بقول لك انا مش قادر والالم زي ما هو يا دكتور، مجرد ما وقفت العلاج خلاص. يبقى كده العلاج التحفظي فشل، لان انت اديته العلاج كامل واديته كل حاجه ممكن تتاخد، وطلبت منه يريح وطلبت منه يعمل علاج طبيعي وعمل، طلبت منه ياخد العلاج واخد، ولكن للاسف مجرد ما توقف عن خطه العلاج بانتهائها رجع تاني الالم زي ما كان. يبقى ده المريض ده محتاج تدخل جراحي. الحاجه نبدا بقى في الحاجات الاخطر. لو جاي المريض بعد ما بدا ياخد العلاج يقول لك والله يا دكتور ده انا بدات احس بتقل في رجلي، ده انا مشط رجلي الحقيقه يعني ايه، بحس في صعوبه ان انا ارفعه كده، ده انا يا دكتور يعني اعزكم الله وانا لابس السليبر، يعني أنا لابس الشبشب بتاعي بيتقلع مني وانا مش حاسس. كده معناه ايه؟ كده معناه ان مشط رجليه ما بقاش يترفع، هو بقى مشط رجليه ساقط لتحت، وكل ما يجي ينقل رجليه مشط رجليه بنفس الصوره دي وهو باصص لتحت كده، فاي حاجه هو لابسها في رجليه بتقع منه. دي علامه من علامات الخطوره. طبعا، لان خلاص كده المريض بدا يفقد الحركه اللي هو بيدل عليه شلل. هتنتظر ايه؟ هتنتظر ان هو خلاص رجليه دي ما تتحركش خالص ومبقاش فيه اي حركه في رجليه عشان تعمل له العمليه وتنقذ رجليه من ان هي الحركه تفقد فيها؟ فلو هو المريض عنده مشكله حركيه، سواء طول في الحركه، سقوط جزئي او كلي في مشط القدم، لازم يعمل عمليه في اسرع وقت. كذلك الاحساس، بمعنى لو مريض كان كويس وكان بس بيشتكي من الالم وجالك في المتابعه وجاي يقول يا دكتور انا الحقيقه يعني في جزء من رجليا مش حاسس بيه، حاسس فيه بخضر، حاسس فيه بتنميل مستمر، والتنميل ده ما بيفكش وما بيتحسنش مع العلاج، انا ممكن اكمل علاج تحفظي؟ لا طبعا مش ممكن.
لان هو بدا يفقد الاعصاب الحسيه اللي مسؤوله عن نقل الاحساس من رجليه للجهاز العصبي. اخيرا وحاجه مهمه جدا اسمها كودا اكواينا سيندروم، او الجزء الخاص كمان بالسفنكترز او بالمثانه والمستقيم. يجي المريض يقول لك وده غالبا الجزء الخاص بالبراز محدش بيركز فيه قوي، الناس كلها بتركز في البول. يقول لك انا عدى عليا 24 ساعه ما دخلتش حمام ولا مره، وده مستحيل يحصل. مفيش بني ادم طبيعي هيعدي عليه 24 ساعه مش هيخش فيها الحمام، اقصد حمام البول انه يتبول. فلو عدى على المريض اكتر من 24 ساعه وما حصلش التبول، ده معناه ان في احتباس للبول داخل المثانه. معنى كده ان السفنكتر الصمام بتاع المثانه مش ما بيريحش، وما بيريحش الا لما الضغط في المثانه بيزيد قوي ويتخطى ضغط الصمام فيفتح، ويبدا المريض ده ينقط بول وهو قاعد، يقول لك انا بدا كمان البول يسيب عليا. دي علامات الخطوره اللي ما ينفعش ان انت تقول انا ينفع معايا علاج تحفظي. انت نفسك لما تبقى عندك حاجه من الحاجات دي، ارجوك في اسرع وقت توجه للطبيب، وفي اسرع وقت لازم تشوف تدخل تحمي بيه اعصابك وتحمي بيه عضلات رجليك، وتحافظ على الحركه وتحافظ على الاحساس. تاني عشان يبقى نقولها تاني بشكل مجمع، الالم غير محتمل ولا يستجيب للعلاج. الالم بيرجع تاني بعد ما انتهينا من خطه العلاج التحفظي. في ضعف في الحركه او تقل في الحركه او سقوط جزئي او كلي في مشط القدم، في خضر او تنميل مستمر موجود في جزء من رجليك، وده ما بيتحسنش خالص، والاحساس ما بيرجعش خالص، التنميل ما بيفكش خالص. واخيرا الكودا ايكوانا سندروم او متلازمه الضفيره الخيليه، او الجزء الخاص بالسفنكترز اللي هو احتباس البول واحتباس البراز، واللي هيتلو بعد احتباس البول اللي هيبقى فيه كمان عدم تحكم في البول، لان هيبدا البول ده يبدا ينقط وينزل من المريض، ويبدا المريض يقول لك انا قعدت 24 ساعه و48 ساعه ما كانش بول خالص، وفجاه البول بدا يسيب عليا.